بيحصل ارتفاع في الاند تايدال CO2 اللي هي بنسميها الروسك، اللي هي Return of Spontaneous Circulation. معناها ايه بقى ديت؟ عودة الدورة الدموية التلقائية بعد توقف القلب. ببساطة المريض كان في كاردياك اريست، توقف قلب، وبعد السي بي ار او الصدمات الكهربائية رجع عنده نبض وضغط دم وتدفق دم ذاتي. العلامات بقى اللي بتأكد حدوث الروسك ده، اول حاجة بيظهر نبض مركزي اللي هو في الكاروتيد او الفيمورال بالس. تاني حاجة بيحصل ارتفاع في ضغط الدم والمونيتور قراءات بتظهر عليه تاني. تالت حاجة بيحصل تحسن في لون الجلد، بيتحول من سيانوزز لبينك. رابع حاجة بيحصل ارتفاع مفاجئ في الاند تايدال CO2 على الكابنوجرافي. فاثناء السي بي ار الاند تايدال CO2 ده بيكون منخفض جدا، بيكون من 10 ل 20 mmHg. اما عند حدوث الروسك بقى بيرتفع فجأة وممكن يوصل لاكثر من 40 mmHg. خامس نقطة بتأكد على حدوث الروسك وهي حركة تلقائية للمريض او بدء التنفس العفوي.